أحيت عائلة الفنان الكردي الراحل سعيد يوسف الملقب بأمير آلة البزق الذكرى السنوية الخامسة لرحيله، والتي تصادف 26 من شباط، وذلك في صالة زانا بمدينة قامشلو. وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، ثم ألقت ابنة الفنان الراحل سعيد يوسف شابال يوسف كلمة رحبت خلالها بالحضور، وتوجهت بالامتنان والشكر لكل الذين حضروا المراسم. وحضر الحفل فنانون ومثقفون وكتاب وأعضاء منظمات المجتمع الديمقراطي وممثلون عن الأحزاب السياسية، وألقيت خلال مراسم الاستذكار عدة كلمات من قبل الحضور، ومن ثم تم عرض سيمفزيون حول المسيرة الفنية وسيرة حياة الفنان وشخصيته. واختتمت مراسم الاستذكار بفقرة غنائية من أغاني الفنان الراحل سعيد يوسف من قبل عدد من الفنانين والفنانات الكرد. اليوم مجتمعين للذكرى الخامسة لوداع الفنان الحب سعيد يوسف، فنان القامشلي، فنان الكردي العريق. الحقيقة كان هو الفنان سعيد يوسف فنان تاريخي، أدخل اللغة الكردية آلة البزق، وأدخل كثير من الأشعار الجميلة جدا تغنى بالحب والعشق. حقيقة يعني له باع طويل في الثقافة الفنية الكردية في رجعوة. طبعا هاي السنة الخامسة لرحيل الفنان العملاق الأسطورة سعيد يوسف أبو زورو. طبعا تعجز الكلمات عن وصف هذا الفنان الرائع الذي قدم الكثير للشعب الكردي في جميع أنحاء العالم. إذا نرى أي فنان يغني أغنية فلا بد له أن يغني لسعيد يوسف، لسعيد قاباري، للمرحوم محمد شيخو، لمحمد علي شاكر. عزائي لكل محبيه، لكل عائلته، لكل الفنانين.